كيف يتحول رجل من بطل إلى طاغية، من حالم بوحدة العرب إلى قاتل لشعبه؟ هكذا سقط القذافي بين فوضى الدم وغضب الشارع. في البداية ظهر بزيه العسكري، يعلن الثورة ويتحدث باسم الفقراء، لكنه سرعان ما اختزل ليبيا في نفسه، أعدم طلابا على الهواء، خنق المعارضين وملأ السجون بالأبرياء، حول ثروات النفط إلى نزوات ومشاريع وهمية بين خيمة فاخرة في باريس وسجون مليئة بالجوعى في طرابلس، مول الانقلابات وسلح الميليشيات حتى أصبح عدوا حتى لشعبه. ثم جاء 2011، خرجت الجماهير تصرخ يرحل يا معمر، لكنه لم يرحل حتى حاصرته بنغازي وأسقطته سرت، وفي النهاية لم تنقذه ثروته ولا حراسه ولا جنونه، سقط في حفرة ضيقة كما سقطت أوهامه، ومات القذافي كما عاش، مطاردا حتى من نفسه.